يعني تعتبر اخر نصيحة معانا في الكورس، في اخر سيكشن مش اوبشنال. انتوا عارفين طبعا ان في سكاشن اوبشنال تحت، وهي ازاي اعدي في الانترفيو. السؤال ده بيسبقه حاجات لازم تبقى عاملها. ايه هي الحاجات؟ اول حاجة لازم تبقى شاطر في المجال بتاعك. تاني حاجة تبقى مظبط السي في بتاعك. طيب، تالت حاجة ان السي في بتاعك يبقى مناسب للوظيفة اللي انت مقدم لها. يعني تخيل في مثلا بوزيشن جينيور، دي تعتبر تبع النقطة التانية، اللي هو السي في بتاعك متظبط، اللي هو انت ضايف كل الحاجات اللي انت تعرفها بس. لكن مش منطقي مثلا تبقى جينيور وافتح السي في بتاعك الاقيه 3 4 5 صفحات وضايف لي فيهم يعني كل السكيلز اللي اي سينيور يتمناهم. فاهمني؟ وانت خبرتك مثلا 6 شهور، او انت خبرتك مفيش، لسه ما دخلتش الشركات. فيعني ايه، اتاكد من الحته دي، لان هو انا قبل ما بدخل معاك الانترفيو انا بقرا السي في بتاعك. فهتقعد معايا، هنبدا نتكلم. طب افرض بقى انت مش لو انت الحاجات اللي انت كاتبها في السي في دي انت مش عارف عنها حاجه، او ما عندك معرفه بسيطه بيها، او ما عندكش معرفه بيها خالص، خلاص الانترفيو في ظرف 15 دقايق هقول لك شكرا يا باشمهندس هنرد عليك. طبعا اللي هي الرساله اللي بتتقال في الاخر كل حد. طيب، انا بقى خلاص الحمد لله ربنا كرمني بعد التقديم الكتير والشهور الكتير اللي انا قعدت اقدم فيها دي، وعندي انترفيو. اعدي ازاي في الانترفيو دي؟ اول حاجه انت عاوزك بس تبقى عارف ان الارزاق دي بتاعت ربنا. يعني ما تحسش ان دي اخر الدنيا. يعني حاول تهدي نفسك على قد ما تقدر. عارف ان الموضوع اول مره ليك بيبقى موتر، وانت قاعد كده هيسالني في ايه؟ طب افرض طلعت ما اعرفش حاجه خالص، طب ما انا مش ظابط. ثق في نفسك وما تخافش، هو مش هيعمل لك حاجه. انت هتدخله، ابدا اتكلم بهدوء. حاول ما يعني ايه الاتيتيود بتاعك يبقى كويس. ما تحاولش هو قال معلومه مثلا يعني اللي هو تفرض نفسك عليه، او تقطع الكلام مثلا. يعني هو بيتكلم توقفه في نص الكلام، لا، لازم تستنى لما هو يخلص كلامه كله، يخلص السؤال وترد عليه، لان هو ممكن يكون هيكمل، فهو ما يلاقيك بترد متسرع ياخد فيدباك عنك مش كويسه. طبعا هو هتكون اجريسيف. كل دي حاجات مش تكنيكال، بس يعني حاجات اهم من التكنيكال. لو انت تكنيكال 100% والاتيتيود بتاعك مش كويس، وعمال مثلا بتتكلم بطريقه مش كويسه، بتعلي صوتك عليه، بتحاول تثبت ان انت صح يعني غصب عنه. آه، ياما ناس مشوا من انترفيوهات وما ما اتقبلوش في شركات بسبب حاجه زي كده. طيب خلاص، احنا قلنا ان الاتيتيود بتاعك يبقى كويس، تبقى لابس كويس، تبقى يعني آه خلينا نقول مهندم. يعني حالق شعرك كويس، آه لابس يعني اللبس مش فورمال قوي، يعني مش لازم تروح ببدلة، بس يعني البس لبس كويس. آم، وانت بتتكلم حاول تدي رياكشنات، حاول ما تبقاش وشك ثابت، يعني حاول رياكشنات وشك تتناسب مع اللي انت بتقوله. ابدأ حاول توضح وحرك ايدك واتكلم. ده جزء الاتيتيود. طب الجزء التكنيكال، حاول ترد على الإجابة على قد السؤال. يعني ايه الإجابة على قد السؤال؟ يعني لو في حاجة ملهاش علاقة ومعلومة انت عارفها، احنا مش قاعدين في امتحان، ما بنحاولش من اللي هو مش املى الورقة كلام عشان تنجح. لا، هو سألك في سؤال، جاوب عليه، ما تقعدش تلف وتدور حوالين السؤال. حاجة انت مش عارفها، قول انا مش عارف. ما تقولش قول انا ما اتعاملتش معاها قبل كده، لكن يعني ايه يعني هقرأ عنها بعد الانترفيو. فاهمني؟ او ممكن اصلا يبقى معاك ورقه وقلم وتبدا تسجل فيهم الاسئله اللي انت ما عرفتش تحلها، بحيث ان هو ياخد باله ان انت ايه، مش مجرد حد، لا ده انت عاوز تتعلم حاجات كتيره، مش مجرد حد عارف معلومتين وخلاص. ابدا اتحاور معاه، ابدا اقول له طيب انت ايه رايك في الحته دي؟ انا شايف إيه؟ اما يقول لك رايك في كذا قول له انا رايي كذا عشان فيها مميزات الفلانيه، وبستخدم مثلا الكيوبيت عشان في كذا وكذا وكذا. آه هيقول لك كويس، قول له طب يعني هو انت حضرتك شايف مثلا انتوا شغالين هنا مثلا في الشركه بايه؟ لو هي تكنيكال انترفيو يعني. ابدا حاول تخليك فريندلي على قد ما تقدر. ده اللي انا عاوز اقوله. حاجه مش عارفها قول الصراحه ما تعملش مع حاجه زي دي قبل كده، احسن بكتير لما تفتي. يعني انت اول ما بتفتي هتلاقيه بيبتسم ابتسامه كده، خلاص هو قفشك. يعني انت مش عارف الاجابه، ليه تقعد تلف وتدور؟
انت لما تقول له مش عارف، هيدخل على سؤال تاني، وما يدخل على السؤال التاني هو ممكن يكون ليه وقت محدد للانترفيو، عنده مثلا 20 واحد يعمل لهم انترفيو، فهو حاطط رينج معين للوقت، فانت استغليت ان انت جاوبت على اسئله تانية بس. وخليك طبعا مذاكر قبل انترفيو كويس، ولو تعرف حد في الشركه ممكن تتواصل معاه، حتى تساله انتوا شغالين بتكنولوجيز ايه، حتى تقرا عنها قبل ما تدخل. كل الحاجات دي هي دي بس، وهي زي ما قلت لك في الاخر ارزاق. يعني صدقني انت هتشوف في الكارير بتاعك حاجات قدام ان شاء الله، هتلاقي حد شاطر جدا 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 وشغال في شركه ومرتبه صغير او مرتبه قليل، وهتلاقي واحد انت عارف ان المعلومات اللي عنده مش كتيره، او وهتلاقيه شغال ما شاء الله في شركه لا واخد وضعه في الشركه. فهي دي زي ما قلت لك ارزاق، ما تحاولش تبص لحد وتقول ازاي ده يتقبل وانا لا، لا هي ارزاق ومكتوبه. يعني واسال اي حد بيعمل انترفيوز بيقول لك انا، في ناس بتقول لك انا بقى برفضه مش عاجبني، كان مودي وحش. فاهمني؟ فمش شرط انت اترفضت ان انت يعني مش كويس او كده، لا، انت خد الانترفيوز اللي انت بتدخلها دي كانها مراحل بتتعلم فيها. وصدقني انا كنت زيك في مرحله من المراحل، وكان كل هدف ان انا ادخل انترفيو. يعني انا كنت وصلت لمرحله انا عارف ايه اللي هيتسال في الانترفيو، وبيبقى عندي استعداد اقول اللي بيعمل لي انترفيو اسكت وانا هقول لك كل الاسئله. طبعا عمري ما اقول كده لان ده يعتبر اتيتيود وحش، لكن ببقى نفسي يعني فاهم كل الاسئله ممكن اكون عارفها بالترتيب كمان من كتر ما دخلت انترفيوز. لكن كنت احب جدا جدا ان انا ادخل انترفيو وفي اسئله كتير ما اعرفهاش، ده انا هيبقى عندي بقى شويه معلومات حلوه هذاكرهم بعد الانترفيو، وهقوي نفسي اكتر، مش مجرد وقت ضيعته. لو اتقبلت خير وبركه، ما اتقبلتش انا عندي توبكس انا هقرا فيها واتعلم فيها هتفيدني في الانترفيو الجاي او هتفيدني في الكارير بتاعي. بس هو ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان شاء الله تكون الكورس ده انت استفدت منه وكان دفع عليك في حياتك وتستفيد منه، واتمنى لك كل خير. اشوفكم على خير ان شاء الله في السكاشن الجايه لو هتشوف الحاجات الاوبشنال. السلام عليكم.